عندنا الحرف الساكن. الحرف الساكن نفس الحرف نسكنه، لكن يعني نرسم قبله همزة، همزة ونسكنه هكذا. لأنه الساكن ما يمكن أن نبتدئ بالساكن. العرب ما يمكن أن يبتدئون بساكن إلا أن يجتلبوا همزة يبتدئون بها. واضح؟ قل ات، اق، مهمة جدا. واضح؟ هذه حالة الوقوف عليه يعني. وهكذا. وقل وضد الحركة السكون. ضد حركة شنو؟ السكون. أنا الآن متحرك ثم أقف، سكنت. واضح؟ يسمى سكون. السكون هو الذي لا حركة فيه. السكون هو الحرف الذي لا حركة فيه. يرمز له في القرآن أما على شكل خاء خالي من النقطة أو دائرة. بعض المصاحف أما يرسمها هكذا أو يرسمها هكذا على الحرف. هاي سكون، هذا خالي من الإيش؟ والسكون دائما إيش؟ يعني يكون ضعيف بالنسبة للأحكام السواد وليس للصفات. الصفات تظهر قوة بإيش؟ بالحرف الساكن، لكن بأحكام السواد يكون الساكن ضعيفا، يكون الساكن ضعيفا فيتبع ما قبله. واضح؟